معنا. الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله. أسعد الله مساءكم أيها الأحبة، راجين أن يكون اجتماعنا هذا اجتماع خير بإذن الله تعالى، ولعل الصوت يصل إن شاء الله. وسائلين أن كما اجتمعنا في هذا المكان سائلين ربنا جل وعلا أن يجمعنا على سرر متقابلين في الجنة إن شاء الله تعالى. أيها المكيون ومن يرانا كذلك ويسمعنا عبر البث، نرجو أن نخرج من لقائنا هذا وقد حققنا المثل الشهير القائل: أهل مكة أدرى بشعابها، وإن شاء الله نكون كذلك. نشكر وندعو لصاحب هذه الديوانية المباركة الشيخ الأجل الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، ونشكر للإخوة الذين رتبوا ونظموا، ولكم أيها الحضور الكرام ولمن يرانا ويسمعنا. أحبتي، الحديث عن مكة حرسها الله حديث يتشرف به المتكلم والسامع بلا شك، فهي قبلة المسلم حيا وميتا، ومقصده في حجه وعمرته، لا يتم الدين إلا بها، إليها يتجه في صلاته، وإليها يقصدها في عمرته وحجه. هذه البلدة المباركة كل بلدان الدنيا اختطها البشر إلا مكة، فإن الله تعالى هو الذي جعل حدودها توقيفية وجعل مركزها هذه البنية. أحبتي الكرام، اختار الله مكة فجعل فيها حرمه، ورد عنها في أول الزمان أبرهة والأفيال، ويرد عنها في آخر الزمان الدجال، يقسم الله بها كل متكبر مختال. أيها الكرام، مكة آمنة مطمئنة، والناس حولها يتخطفون، مباركة مرزوقة، والخلق جياع مسنتون. قبل الكلام وقبل أن نجول جولة مكية، أود أن أذكر ما لاحظته في من يتناول هذا الفن وهذا العلم وهذا الضرب من العلم، علم الآثار والمواضع، من المتقدمين والمتأخرين. ونؤكد على أمر مهم، إذ أن بعضهم يسوقه هذا الاهتمام إلى أن يصل إلى بدع ولربما إلى شركيات، وجناب التوحيد أولى بالصيانة، فعلى الإنسان أن يتنبه. لعلنا لا نلحظ في بلادنا هذه ولله الحمد، لكن ذلك موجود كثير جدا خارج هذه البلاد، نسأل الله أن يرد ضال المسلمين. كما لاحظت أيها الأحبة ولاحظ غيري أن من المهتمين بهذا العلم من يتتبع الأمر بدقة لا يقبلها عقل ولا نقل. فتراه، خذ مثلا المولد النبوي، تراه لا يكتفي بذكر المحيط والمكتبة التي هي مكتبة مكة المكرمة الحالية، بل يحدد غرفة من غرف هذا المبنى، ولا يكتفي بذلك بل يحدد زاوية من زوايا ذلك المبنى. لا يكتفي أيضا بهذا، يحدد رخامة مجوفة في هذا المكان ولد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل عقلا ولا نقلا. فالمبنى مر عليه زمن طويل، تهدم وبني وأعيد تجديده وأعيد بناؤه وطمرت الأرض، وعلى هذا يقاس كثير من الأمثلة. أحبتي الكرام، كذلك يلحظ، وهذا الذي ذكرناه أيضا، يأتي إليه البدع والأمور التي نراها ويراها يعني المهتمون بأمر الدعوة والهيئة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المكارم، أحبتي، يحتاج الأمر قبل أن نجول الجولة المكية أن نذكر باقتضاب واختصار ومرور سريع على نشأة مكة. ولا يخفى على شريف علمكم أنها بدأت بإبراهيم وإسماعيل وهاجر في القصة التي يعلمها الجميع،
والتي فيها رمز من رموز التوكل على الله، إذ جعل إبراهيم الخليل ابنه فلذت كبده وهاجر أمه في هذا المكان المقفر متوكلا على الله. كذلك هي هاجر أيضا ضربت مثالا في التوكل، حيث أنها لما علمت أن الله أمره بذلك قبلت وسلمت. ثم كانت همزة جبريل، وكان زمزم، ومر زمن فكان بناء الكعبة، وشرف بذلك إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في مكان موضع البيت. وجاءت هجرة أول القبائل وبداية نشوء التمدن في مكة، حرسها الله حين جاءت جرهم من اليمن، فرأت أن هذا مكانا صالحا للحياة، فجاورت إسماعيل بإذن منه، تزوج منها، تعلم العربية منها. ولا يحتاج الأمر أن نفصل تفصيلا دقيقا، لأن هذا أمر إن شاء الله يعلمه الجميع، لكننا نقول أن جرهم وليت أمر البيت بعد إبراهيم، بعد إسماعيل وبني إسماعيل، وأنها لما طغت في الحرم وسفكت الدم الحرام كان لزاما قانونا من قوانين سنها الله في أرضه وفي حرمه تحديدا ألا يقر بمكة ظالم، فتسلطت عليها قبيلة خزاعة وأجلتها من الحرم. وقالت بعض الشروحات والمطولات أنهم جلوا إلى وادي قنونة. وادي قنونة هذا يكون شمال القنفذة، يصب شمال القنفذة، يعني بنحو 350 كيلو. وجاورت قبيلة أخرى جاءت أيضا إلى ذلك المكان، فكان الاقتتال وكان يعني سفك الدماء أيضا بينهم، وهي قبيلة بني أسد. يقول القائل: وإني قائلا إن لم أزرهم سقت ديم السواري والغوادي محل أخي بني أسد قنونا إلى يبه إلى برك الغماد. هذه كلها مواضع قريبة. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت ولكن كنت تنفخ في رمادي. ذكرت أيضا المصادر أن عمرو بن مضاض بن جرهم جاء يطلب إبلا ندت، فنظر من الحجون إلى إبله وهي تنحر وتطبخ، والإبل أنفس أموال العرب وهي حمر النعم المذكورة في الحديث، لكنه لم يلتفت إلى ذلك، بل التفت إلى أمر مكة والبيت لأنها أشق عليه لما تركها. وقال قصيدة نذكر منها وقائلة: والدمع سح مبادر وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر، وأبدلنا ربي بها دار غربة بها الذيب يعوي والعدو المحاصر، فسحت دموع العين تبكي لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر، فيا ليت شعري هل تعمر بعدنا جياد فممضى سيله فالظواهر، فبطن من وحش كأن لم يسر به مضاض ومن حيي عدي عمائر، فهل فرج يأتي بشيء نريده وهل جزع ينجيك مما تحاذر. ولي أمر مكة بعد ذلك خزاعة، ومر زمن على ذلك ثم تلاشى أمرها، وقد كانت جاءت فملأت مكة، وسكن بعضهم في الجموم مر الظهران الذي يسمونه. وفي ذلك يقول قائلهم: فلما هبطنا بطن مر تخزعت خزاعة منا في جموع كراكر، حموا كل واد من تهامة واحتموا بسمر القنا والمرهفات البواتر. وكان نهاية أمرهم أن ولي مكة وأمر الكعبة حرسها الله قصي بن كلاب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابع والخامس في نسبه، فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك إلى آخر النسب الزكي، الذي يجمع النسابة إلى أنه إلى عدنان يصح، ومن عدنان إلى إبراهيم إلى إسماعيل بن إبراهيم فيه يعني اضطراب،
ولا يصح ذلك. وإحدى الروايات أنه ابن أد ابن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يشجب بن يعرب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، لكنه قطعا نسبه صلى الله عليه وسلم يتصل بإسماعيل بن إبراهيم. أحبتي، وليت قريش الكعبة وولي قصي، فغير ورتب ونظم ترتيبا جديدا، وجاء بقريش من الشعاب ومن الجبال وأسكنها حول المطاف، وجعل بين منازلهم طرقا تؤدي إلى المطاف، وجعل خلفهم في الدائرة الثانية سائر قبائل العرب من شاءت، وجعل الدائرة الثالثة للأحابيش وهي أحلاف من قبائل العرب وبطون قريش، بعض بطون قريش. وقسم وظائف في مكة: الرفادة والسقاية والحجابة، سدانة البيت واللواء والندوة. مر الزمن فتهدمت الكعبة وبناء إسماعيل ابن إبراهيم، فبنتها قريش، وعلى ثرائها وتجارتها التي ذكرها الله في رحلة الشتاء والصيف لم تجد مالا حلالا يكفي، لأن أغلب معاملاتهم كانت، نسأل الله السلامة، من الحرام والربا، فاقتطعوا من البيت جزءا، فكان الحجر الذي ترونه وتعرفونه، وليس كله من البيت، فإنما تقريبا الحجر الآن الموجود نحو من 3 أمتار ونصف تقريبا من الكعبة، وأما الأخير إلى الشمال فإن ذلك خارج حد البيت العتيق. أيها الكرام، من المعالم المكية التي سنبدأ بها الآن ذكرها خارج الصفا والمروة، خارج المسعى. فعند الصفا، وهو الآن في توسعة المسعى الجديدة، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، التي كانت هي الدار السرية اللي يجتمعون فيها، وهي أول مدرسة في الإسلام. ومباشرة بعد جدار التوسعة المكشوفة السعودية دار خديجة أم المؤمنين، لأن دار الأرقم هدمت ودخلت في توسعات المسجد الحرام قبل ذلك في نحو من 1375 هجرية في عهد الملك سعود، أول عهد الملك سعود. ودار خديجة أم المؤمنين لما كانت توسعة الملك فهد في 1410 ونقضوا ذلك المكان، انكشفت أساسات دور قديمة ورأيناها، ومن كان في سني رآها أيضا، هذا قريب يعني ليس بعيدا، 1410. وظهرت هذه الأساسات على ما وصفها الرحالة والجغرافيين وأصحاب الآثار، هي دار خديجة أم المؤمنين. تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة أم المؤمنين وأقام في تلك الدار أكثر من 25 سنة، كانت منها الهجرة ومولد أولاده كان فيها. إلى الشمال الغربي من تلك الدار، يعني هي إذا وقفت الآن في التوسعة المكشوفة، الآن هي طبعا فيها مخلفات البناء وكذا وما يدخل إليها حاليا. الجدار الشمالي، من الجدار الشمالي زاوية منه بنحو 18 متر، لأنها قيست في ذلك الزمن، وكان ممن يعني اهتم بهذا الأمر معالي الوزير أحمد زكي يماني، أقام بنفسه في ذاك المكان وصنف كتابا عن ذلك تحديدا. وكان كذلك أيضا أخونا وزميلنا المرحوم الأستاذ الدكتور ناصر بن علي الحارثي رحمة الله عليه أيضا قام بتخطيط لذلك المكان ونشره أيضا. يليها إلى الجنوب الغربي قريبا من دار خديجة أم المؤمنين دار أبي سفيان، التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إذ أن أبو سفيان خرج إلى الجموم ينظر إلى مر الظهران ويتحسس الخبر، فكان ما كان من استعراض الجيش الإسلامي أمامه، وأعطاه صلى الله عليه وسلم هذه المفخرة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إلى الشرق منها مكتبة مكة المكرمة الحالية التي يعرفها الجميع. والمسألة وإن كانت خلافية في مكان المولد، إلا أن هذا الراجح أو هو الغالب وهو الأصح الذي نظنه ونعتقده في مكان المكتبة، إذ أنها هي دار عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب سيد بطحاء مكة قسم دوره ورباعه على بنيه، فكان نصيب عبد الله ابنه ذلك البيت، ولد صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. هذا المكان لما كانت الهجرة استولى عليه عقيل بن أبي طالب، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما جاء
وسألوه أين ينزل؟ قال: هل ترك لنا عقيل من ظل؟ باعها أبناء عقيل بن أبي طالب على محمد بن يوسف أخو الحجاج الطاغية. وتوالى يعني الزمن، وجاء زمن الدولة العباسية فورثت كل ذلك وأملاك بني أمية أيضا، فجعلت الخيزران هي زوجة الخليفة المهدي العباسي وأم الهادي والرشيد، جعلت ذلك المكان مسجدا، هدمته وأعادت بناءه مسجد، أعادت توظيفه فكان مسجدا. بقي على ذلك زمن، لما جاء الملك عبد العزيز طلب منه أن يكون مكتبة، فكانت مكتبة إلى هذا التاريخ. يحدث من بعض الجهال أو ما يأتون من الخارج يتمسحون بتلك الأخشاب وبتلك الأبنية، لكن هناك إن شاء الله من يردهم، ونسأل الله أن يرد ضال المسلمين. أحبتي، نحن الآن في شرق المسجد الحرام، إلى الشمال تحديدا من المولد، مكان المولد النبوي التي هي مكتبة مكة المكرمة، كان قصر الشريف الحسين بن علي رحمة الله عليه حاكم الحجاز. وأيضا في نهاية ما كان يسمى بالمدعى والجودرية المسجد الذي أدركتموه لعلكم كلكم، وهو مسجد الملك فهد، وكان في ذلك المكان خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وفيها على ما تذكر الروايات أنه غرز أو غزة رايته في ذلك المكان، وبعضهم يسمي الغزة بهذا نسبة إلى تلك الراية، وبعضهم يقول أنهم حجاج يأتون من فلسطين من غزة وذلك المكان سمي لهم، وهذا لعله هو الذي يكون أرجح. أيها الكرام، استمر شمالا ذلك المكان من المسجد الحرام حتى تنتهي استقامة الطريق بعد مسجد الجن وبعد الجعفرية وبداية الجميزة، ما يسميها الآن الجميزة، ذاك هو بطحاء مكة، والتي يعني وردت كثيرا في الأشعار، ووردت في شعر الفرزدق لما نظر فرأى هشام بن عبد الملك الأمير قبل أن يتولى الخلافة ينظر يريد أن يستلم الحجر فما يفرج الناس ولا يفسحون له، ويأتي هذا الآتي فيفرج الناس المكان ويفسحون له فيستلم، وهو علي زين العابدين ابن الحسين السبط رضي الله عنهم جميعا. فقال: من هذا؟ يعني تندرا وتهكما. فسمع الفرزدق ذلك ورد ردا قويا، وكان ذلك الرد كلفه أن سجن في سجن عارم، أمر بسجنه. سجن عارم هذا في عسفان نحو من 160 كيلو شمال طريق المدينة شمال مكة، الذي يقول فيه: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، وهذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، إلى آخر ما قال، انتصارا لعلي زين العابدين. يأتي أيها الأحبة مكان البريد سابقا الذي هدم، ومكان موقف السيارات متعدد الأدوار الذي أزيل أيضا ووظف وجعل فندقا الآن. ذاك هو الحجون الجاهلي، وهذا الذي أوقع بعض المتأخرين في الخلل والتحديد حين رأى كلمة الحجون فظنه حجونا واحدا، وهو حجون جاهلي وحجون إسلامي. لذلك حصل يعني بعض الشيء في تحديد بعض المواضع، وكانوا يدفنون موتاهم في الجاهلية في ذلك المكان. المنطقة عند الجسر في التقاطع وعند المسجد الذي هو على رأس الشارع كذلك، وبين هذه المساحة وبين موقف السيارات الذي ذكرنا المتعدد الأدوار، ذاك هو شعب أبي دب، شعب أبي دب. وفي ذلك المكان أقام أبو موسى الأشعري لما رضي الله عنه لما غضب من التحكيم في بين علي ومعاوية، وجاء من العراق واعتزل الفتنة وسكن في ذلك المكان، وقال: أجاور قوما لا يغدرون، يعني يريد الموت. بعده إلى الشمال مسجد الجن يعرفه كل المكيون، ومن كان يسمعنا من خارج مكة فإنه على يسار الطريق المتجه شمالا. في ذلك المكان ثبتت الروايات أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من يشهد معي أمر الجن؟ فانتدب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورواية آخر لكن هذا الذي عليه الأكثر. وخرج مع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان، فخط خطا صلى الله عليه وسلم، وجعل ابن مسعود خلف الخط، ورأى
عبد الله بن مسعود الذي شهد بيعة الجن رأى أساود ورأى ثعابين وسمع فحيحها وأنها غطت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يرى، بلغهم عليه الصلاة والسلام فهو المرسول للثقلين، وبايعه الجن فهو مسجد الجن وهو مسجد البيعة غير بيعة منى. وإلى الآن المكان يعني يعرف بهذا المكان. الذي خلفه يسمونها دحلة الجن. ثم تأتيك مقبرة المعلاه، وفي مقبرة المعلاه في أقصاها في شمالها قبر أم المؤمنين خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشكك كثير من الباحثين ويأتون بحجج قوية الحقيقة أن ذلك ليس هو قبر أم المؤمنين خديجة، ويدللون على أنها ماتت في زمن وأن هذا المكان في أقصى المقبرة، ويأتون بأدلة ربما يعني يركن الإنسان إليها ويراها، وإن كانت تحتاج إلى مزيد من البحث. بين المقبرة مقسومة إلى قسمين كما تعرفون، ويأتيها الطريق إلى الحجول ثم إلى يعني العتيبية والمكان. تلك هي ثنية كداء التي ذكرها حسان في شعره: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. وهي الحجون. هذه الثنية أول من مهدها هي كان يعني يأتون إليها، وهي طريق بين الجبلين. الثنية هي طريق في الجبل، وكان يأتيها المدنيين الذين يأتون من المدينة يأتون معها، لذلك سميت كداء وسميت الحجون، وبعضهم يضبطها الحجون بفتح الحاء، وسميت كذلك ثنية المدنيين. أول من مهدها فيما تذكر روايات معاوية رضي الله عنه في خلافته، ثم جاء عبد الملك فمهدها، ثم الخليفة المهدي العباسي فزاد درجها وجعلها إلى أن يعني توالاها السلاطين والخلفاء بعضهم يلي بعضا. الحجون هذه فيها من الشواهد شواهد الشعر: إذا صعدت إليها متجها إلى الغرب كان على يسارك ما نسميه السليمانية حاليا في مكة، وذاك هو جبل حبش. وإلى جبل حبش ينتسب الأحابيش، وهم مجموعة أحلاف، قالوا: نحن على ما نحن عليه نتعاهد ما تعاقب ليل ونهار وما أقام حبش، يعني يريدون أنه يعني طول الزمن. كم بذاك الحجون من حي صدق من كهول أعفة وشباب، سكنوا جزع أبي موسى الذي ذكرته لكم قبل الآن، إلى النخل من صفي السباب، أهل بيت تتابعوا للمنايا ما على الموت بعدهم من عتاب. صفي السباب المذكور في هذا الشعر هو حاليا عند أهل مكة الجميزة، وتحديدا مكان مضخة المياه الموجودة وبجانبها مكتب العمدة، ذاك هو صفي السباب. يسمونه السباب لأنهم كانوا يجتمعون بعد انتهائهم من النسك، يأتون من خيف بني كنانة الذي هو يعني جزء من المعابد إلى ذلك المكان، ويجتمعون خاصة شبابهم ويتفاخرون، وكل واحد يذكر مفخرة قبيلته، ويتطلب الأمر أمر الفخر أن يذم الآخر، فهم يتسابون. لذلك جاء الإسلام فنقض كل ذلك. قال الله: اذكروا الله كذكركم آبائكم، لأنهم كانوا يذكرون آبائهم، ما يذكرون يعني إلا آبائهم ومفاخرهم أو أشد ذكرا. قبلها تكون عماير الجعفرية، وفي طرفها الجنوبي قريبا من المقبرة دفن أبو جعفر المنصور، فإنه بويع وهو حاج، ودفن كذلك وهو حاج رحمه الله، ثاني خلفاء بني العباس بعد أخيه أبو العباس السفاح. إن استمر بك الطريق شمالا فإنك تصل إلى مبنى أمانة العاصمة الحالية، واسمه حائط خرمان، وتناقله المكيون بأنه الخرمانية يسمونه. وفي ذلك المكان في طرفه قبور قليلة الغربي من الجهة الجنوب غرب، يذكر بعضهم ويؤكد أن هناك قبر عبد الله بن عمر، وإن كان هناك روايتين اثنتين، والذي يعني أراه أنه ليس ذلك، وإنما هو الذي يكون في ما يسمى الشهداء حاليا، فيه مقبرة أيضا هناك، لأنه يذكر رباع. إلى اليسار مسجد الإجابة وريع ذاخر. وريع ذاخر هذا هو أذاخر، وهو الذي تمثل به بلال رضي الله عنه لما كانت الهجرة
ووصلوا المدينة كان فيها يعني حمى وأصابهم ما أصابهم، فكان يعني إذا اشتدت عليه الحمى رفع عقيرته وتغنى بأبيات يتمثل بها ليست له: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي أذخر وجليل. قال أذخر وهي أذاخر، وحذف الألف ليستقيم الشعر، ومنا في هذا المكان شعراء يعني يفهمون هذا. وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. هذه جنوب مكة بنحو 100 كيلو تقريبا، جبلين متقاربين طفيل وشام. من ذلك المكان دخل النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ثم استمر حتى التقى بجيش أو بكتيبة قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنها التي جاءت من كداء، وأتى خالد بن الوليد بما يسمى من ريع الرسام الآن نسميه، وهو كدى، فهناك كداء وكدى بالقصر، وهناك كدي، كلها 3 أسماء أكدية في مكة. لو استمر بنا أيضا الطريق فإننا يعني نأخذ المنحنى، هناك ينتهي البطحاء ويبدأ الأبطح ويكون خيف بني كنانة، والرسول عليه الصلاة والسلام أقام به لما كان حجة الوداع، وواعد فيه وقال: حيث تعاهدوا على الكفر، لأنهم يعني اجتمعوا في ذلك المكان وعقدوا العقد على مقاطعة بني هاشم، وكتبوا صحيفة بذلك علقوها في الكعبة، ففض الله صحيفتهم وأكلتها الأرض، وانتهى ذلك الظلم بعد 2.5 تقريبا. يستمر بك المكان. الجبل الذي هو على اليسار جبل المعابد الضخم الكبير وعليه قلعة وعليها اللاسلكي الآن، هو جبل العير أو العيرة، كل هذه التسميات وردت. وهذا أيضا أوقع بعض يعني من درس الأمر دراسة سطحية فظن أن عير الذي أذكره لكم الآن وثور الذي هو قريب منا الآن وكانت منه الهجرة، ظن أنها معالم وردت في الحديث، واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلا عن علي كرم الله وجهه: ما بين عير وثور حرم، ولكن هذا في المدينة، فهذه التسميات في مكة وهي أيضا في المدينة. ففي مكة هذا الذي ذكرته في المعابد وجبل ثور، وكذلك في المدينة أول ما تصل المدينة على اليمين يكون جبل ثور، ثم يكون جبل عير عفوا، ويكون في وسط خلف أحد في وسط سور لشركة لوزارة المياه والكهرباء، في داخلها جبل صغير هو جبل ثور، والذي هو حرم مكة، حرم المدينة من الشمال والجنوب. لننتقل إلى الجهة الغربية من الحرم حتى لا نشط كثيرا ونبتعد ونستغل الوقت ولعله قصير. الجهة الغربية من الحرم أجياد الكبير، وليس هو أجياد المعروف الآن مستشفى جياد والمكان هذا، فذلك هو أجياد الصغير. أجياد الصغير نهاية الأنفاق تكون القصور الملكية على اليمين، والجبل الضخم أنصاب الأسد اسمه على اليسار، هذه على اليمين وهذه على اليسار، وذاك هو أجياد الصغير. فإذا استمريت أمام الوقف وفي توسعة الجزء من توسعة الملك فهد وأمام الساحة الموجودة هناك، ذاك هو أجياد الكبير. لذلك ورد يعني قول القائل أنه غربي الصفا، غربي الصفا هو أجياد الكبير. يقول: فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا، ولا لك حق الشرب من ماء زمزم، وما جعل الرحمن بيتك في العلا بأجياد غربي الصفا والمحرم. بعده الجبل الذي يعرفه الجميع عليه الأبراج الآن، جبل عمر، نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لأنه ولد في ذاك المكان، وهي رباع آل الخطاب، واسمها التاريخي الحتمة أو الحثمة، كلها وردت بالتاء والثاء. وقد نقل عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في ولايته أنه كان يتمنى الشهادة، فيقول له: يا أمير المؤمنين الشهادة في الثغور وتكون في أقاصي ما تكون في المدينة. فقال: إن الذي أخرجني من الحثمة لقادر على أن يسوقها إلي، يعني الشهادة. وبالفعل حقق الله أمنية ذلك الخليفة الملهم، واستشهد في المدينة المنورة رضي الله عنه وأرضاه لما طعن وهو يصلي.
بين ما يسمى جبل الكعبة لأنهم اقتطعوا منه الحجارة وبنوا الكعبة في زمن العثمانيين، وبين جبل عمر تلك الثنية التي نقول إنها إلى الحفاير، تودي الحفاير، اسمها الممادر، كانت قبل ذلك. وأول من شقها يحيى بن خالد البرمكي، والبرامكة هؤلاء وزراء الدولة العباسية، وكان لهم نفوذ كبير جدا، حتى أنهم كانوا يقولون نيابة عن الخليفة فينفذ قولهم. وقد قال القائل يعني أنه لا يصلح أن يكون في العش صقران اثنان، ولا في الذود فحلان، ولا يصلح في الممالك أن يكون ملكان اثنان. فهذا يتكلم والخليفة يتكلم. ضاق بهم هارون الرشيد، فكانت نكبة البرامكة يسمونها في التاريخ في 187 هجرية، وقتلا وأسرا وهدما لدورهم ونهبا لضياعهم وممتلكاتهم، فأصبحوا عالة فقراء ما يملكون شيء. ولعل ذلك أمر أراد الله، لأنهم كان لهم يعني مما في نفوسهم من يعني نقلوه عن أسلافهم الفرس وكذا، فلعل الله خلص الأمة منهم. إذا أتيت إلى ما نسميها القشلة، وقد هدمت تلك القلعة العثمانية، ومن خلفها جنوبا إلى الغرب إلى المسفلة، وإلى قريبا إلى الغرب من مواقف السيارات متعددة الأدوار الآن في المسفلة، ذاك هو الليط، وكان متنزه أهل مكة يخرجون إليه يقيمون فيه، وفيه شجر الأقحوان ويلبسون الملابس الفاخرة. من يسائل أين منزلنا فالأقحوانة منا، هذه الأقحوانة في ذاك المكان الذي أذكر الآن، تكون جنوب القشلة. فالأقحوانة منا منزل قمن، إذ نلبس العيش صفوا ما يكدره صفو الوشاة ولا ينبو بنا الزمان. متنزهات كانت لهم. لنأخذ أيضا قرب مستشفى الولادة الحالية القديمة، يعني لأنها جعلت ونقلت الآن. هناك بئر طوى، وبئر طوى بقي المبنى حولها رغم أنه أزيلت يعني الأسوار والأبنية التي هناك لصالح التوسعات والخدمات التي للحرم، لكنها لا يزال. إن جعلت مستشفى الولادة على يمينك ومشيت إلى آخر المبنى عند الإشارة يكون على يسارك موجود لا زال ماثل. المبنى الباقي الآن عثماني. بئر طوى كان صلى الله عليه وسلم من سنته أنه يبيت هناك ويغتسل ويدخل المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام. من هذا المكان غار ثور، وهو أولى بالذكر، وكان يجب أن نذكره قبل، إذ أن منه منطلق الهجرة، وفيه الغار الذي آوى إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والذي ذكره الله في القرآن إذ هما في ثاني اثنين إذ هما في الغار. هذا هو الغار. والعرب حتى غير المسلم منهم إذا قال كلمة وفى بها فدليلهم كافر، لكنه أخذ رواحلهم عبد الله بن ريقط وجعلها عنده 3 أيام، وجاء بهم في الموعد المحدد، ما أخبر أحدا رغم أن الجائزة كبيرة جدا مغرية بالغدر، 100 ناقة، أنفس أموال العرب وهذا العدد الكبير، لكن مع هذا أخذ دوابهم وجاء بها. وكان صلى الله عليه وسلم يتحسس الأخبار، وكان من أسماء بنت الصديق أنها يعني شقت نطاقها فربطت يعني سفرتهم وزادهم، فكانت هي يعني يطلق عليها ذات النطاقين رضي الله عنها وعن أبيها. خرج صلى الله عليه وسلم من غار ثور، وهذه يعني من اتخاذ الأسباب، إذ أنهم يعلمون أنه يريد الهجرة إلى المدينة شمالا، وخرج إلى الجنوب أيضا من غار ثور، ثم إلى الغرب، ثم خرج إلى شرق الحديبية الشميسي حاليا، وهو مبتدأ طريق الهجرة. فإذا أخذت الخط القديم الآن من مكة جدة، وتجاوزت أم الجود، وتجاوزت ذاك الوادي اسمه بلدح، الوادي الذي يقولون له أم الجود الآن اسمه التاريخي بلدح، وتجاوزت ذاك المكان ونظرت إلى يسارك في ذاك الفج الوسيع وخلف الجبال بعيدة إلى الجنوب، من ذلك المكان مبتدأ طريق الركب النبوي في الهجرة. فلما اقترب صلى الله عليه وسلم من الحديبية تركها شمالا، وسار في طريق يسميها المكيون الآن المرشدية لمن يعرفها منكم، ليخرج بين جبلين عظيمين
كنت قبل أيام مع بعض الإخوة في جولة ميدانية وأريتهم يعني جبلين، جبل اسمه مكسر وجبل آخر اسمه ضاف، فكانت الهجرة بينهما. وفي ذاك المكان طريق حقبة هي ثنية المرار ويسمونها الآن فج الكريمي. عد إلى شمال مكة، فإنك إذا اقتربت من شمالها، وأول حد الحرم وأول حد الحل من الحرم التنعيم وشركة الكهرباء ومسجد عائشة التي اعتمرت منه أم المؤمنين. وفي مكان مولدات الكهرباء وشمال المسجد وادي ياج. وفي ذلك الوادي قتل وصلب خبيب رضي الله عنه، وهو من أهل الرجيع، حادثة الرجيع 7 ورواية 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غدر بهم في ذلك المكان، وأسر خبيب وزيد وقتلوا في ذلك المكان أيضا. خبيب هو من سن سنة الركعتين قبل القتل، وكانت سنة يعني حسنة بلا شك، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا اللهم احصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا في ذلك المكان. وزيد أيضا رضي الله عنه لما جاء به ليقتل سأله أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أتود أن محمدا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك سالما معافى؟ قال: والله ما أود ذلك، وأن محمد تصيبه صلى الله عليه وسلم شوكة يشاكها. فانظر إلى أصحاب رسول الله كيف يعني فداؤهم. تلك الحادثة التي هي الرجيع، لو سلكت مع طريق المدينة القديم فإنك تتجاوز هذا الشام قبل أن تصل إلى عسفان، تأتيك قرية الهنية بالشامية، تتجاوزها، يقابلك على يمينك سلسلة جبال ليس لها قمة، كأنها سد، كأنها عقم يعني شيء. تتركها على يسارك وتتجه شرق في مع رأسها ونعفها وكراع ذلك الجبل في ذاك المكان الرجيع، حيث كانت الحادثة التي ذكرتها لكم الآن، التي هي يعني مذكورة في السيرة سنة 4 هجرية. نعود متجهين إلى الحرم من الشمال إلى الجنوب، فيكون هناك إضاءة بني غفار. وإضاءة بني غفار تسميتين اثنتين، واحدة في مكة وأخرى في المدينة، واحدة في مكة وأخرى في المدينة. وفي إضاءة بني غفار دفن جندع بن أبي ضمرة الذي هاجر إلى الله ورسوله فأدركه الموت في ذلك المكان ودفن هناك. وقد جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان بالأمر بأن يقرأ القرآن على حرف، فقال عليه الصلاة والسلام: نسأل الله العافية. ثم جاءه الأمر بأن يقرأ القرآن على حرفين، ويعني بهذا لغات العرب ولهجاتهم، فكان من رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم بأمته ألا يشق عليهم، وهو يعلم أن في الأمة من ينطق العين غينا ومن ينطق الهمزة هاء وإلى آخر يعني اختلافات لهجات قبائل العرب، فكانت رحمة الله بنا أن يقرأ على 7 أحرف أو على 10 أحرف. يأتيك الجبل على اليمين هو جبل البرود، وهو حاليا الشهداء. وفي ذلك المكان قتال بين جيش الدولة العباسية زمن الهادي العباسي في سنة 169 هجرية وبين الحسين ابن علي ابن الحسن ابن الحسين السبط. المعركة بين العلويين وبين العباسيين أبناء عمومتهم، لأنهم لما قامت الدولة العباسية كانت الدعوة للرضا من آل البيت، لمن يرتضونه من آل البيت. فلما استوت الأمور وكادت الثمرة أن تقطف، استولى العباسيون على الملك وتركوا العلويين، فكانت الثورات المتعاقبة، ومنها هذه التي ذكرتها لكم سنة 169. يواجهون دولة ما يستطيعون بطبيعة الحال، هزموا وقتلوا ودفنوا في ذلك المكان، وتناثروا في الشعاب والجبال المحيطة، فتعاطف الناس معهم وسموا ذاك المكان الشهداء، ويعرفه المكيون الآن الشهداء، ولعل بعضهم ما يعرف سبب التسمية، تلك هي سبب التسمية، تعاطفا مع من قتل من آل البيت من العلويين تحديدا. إذا استمريت إلى ذلك المكان يأتيك مفرق إلى شارع الحج، وهذا المكان الذي هناك
هو جزء من فخ، وفخ من الزاهر والشهداء إلى منتصف شارع الحج تقريبا، ليس كل شارع الحج فخ. وفخ هذا هو رافد من روافد مكة، بل من أوديتها العظام، يصب في بلدة الذي إلى الحديبية والشميسي، ثم إلى حدة، ثم يصب في مر الظهران وادي فاطمة. وفخ هذا هو الذي أيضا لما أوردت لكم الشعر الذي تمثل به بلال موجود في شعر بلال، وكذلك هو أيضا يعني ذكرته المراجع والمصادر والاستشهادات الشعرية كثيرا فخ. وفيه يقول: رؤبة بن العجاج بن عم الحجاج يتشبب بزينب أخت الحجاج ابنة عمه، يقول: تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة عطرات، أقمن بفخ وارتحلن عشية يلبين للرحمن معتمرات، يخبين أطراف البنان من التقى ويقتلن بالألحاظ مقتدرات، ولما رأت ركب النميري إلى آخر ما يقول. فلما بلغ الحجاج ذلك الأمر أهدر دمه، فصار متخفيا مستخفيا حتى أمن له من الوليد الأموي الخليفة في دمشق بكلمتين اثنتين: هذا الحجاج الذي يخيف الناس ترده وتخيفه أقل كلمة من الخليفة، كلمتين: لا سبيل لك على رؤبة، فما استطاع أن يناله بشيء، وظهر آمنا وجاء إلى الحجاج. والشعراء لهم أساليب في تغيير يعني الأمر، فغير، قال: أنا ما قلت يعني بهذه الصورة، أنا قلت يعني تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة، ما قلت عطراتي، أنا قلت تفلاتي على العكس. أقمنا بفخ وارتحلنا عشية، إلى أن يقول: يخبينا أطراف البنان من التقى، ما قال ويقتلن بالألحاظ، لا، قال: ويخرجن نصف الليل معتجرات، إذا جاء الظلام لفت على رأسها عمامة كأنها رجل حتى يراها الإنسان زولا يظن، ولهم أساليبهم يعني رضي منه. وقال: هكذا كانت أم محمد رحمه الله. وهذا من لطائف يعني الشعر، ومن لطائف من يفهمه. أحبتي الكرام، نذكر من المعالم الهامة بطبيعة الحال والذي لا يخفى على أحد، وهو أول تنزيل الوحي، حراء. وحراء الغار الذي تحنث صلى الله عليه وسلم فيه الليالي ذوات العدد، وكان يتزود، فكان مبدأ الوحي، وكان جبريل فيما تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم اقرأ ما أنا بقارئ، حتى كان أول سورة العلق. حراء شكله بين، لمن يعني يسمعنا الآن في بث بعيد أو يعني يرانا بعد ذلك، هو شكله مختلف عن باقي جبال مكة، وله قمة مميزة، وفيه الغار مستقبل المسجد الحرام، يستقبل المسجد الحرام. نبينا عليه الصلاة والسلام نزل من ذلك المكان إلى بيت خديجة، وكانت سورة المدثر وكانت سورة المزمل. أسفل ذلك الجبل جبل صغير على يسار الصاعد إلى الشرايع والمعاصم، جبل القاعد يسمونه، يقابل جبل صغير مماثل اسمه سلع، على مسمى جبل المدينة سلع الذي يكون شمالها وعند ثنية الوداع الشامية. وبجانبه الجبل الضخم الكبير جدا هذا اللي تحته حي الغسالة، وعلى رأسه لون أبيض ثبير، ويقال له حتى يميز ثبير الأثبرة. وكانوا في حجهم في جاهليتهم يمكثون في مزدلفة فينظرون إلى رأس ثبير، إذا أشرقت عليه الشمس خرجوا يعني ونفروا من مزدلفة إلى منى، وينتظرونه ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، اللهم أصلح بين نسائنا وعاد بين رعاتنا وأدم خصبنا. يعني يجيبون أمور، لأنه إذا اصطلح النساء الحقيقة ما يكون قتال بين الناس، غالبا هم يعني الذي ينفثون الشر. وإذا تعاد الرعاة، ويعرف أهل الحلال والماشية هذا الأمر، إذا تعاد الرعاة كان خيرا للنعم، أنهم كل واحد ينشغل ويجلس لحاله وينتبه له، لكن لو تصالحوا يسولفون ويهجون ويجلسون. فلذلك نعم قال: عاد بين رعاتنا. لما جاء الإسلام غير ذلك، فالنفور من مزدلفة إلى منى وقت الإسفار، أن يسفر جدا قبل الشروق. من مزدلفة حد الحرم وقبله إلى عرفات
طريق رقم 3 و4 تنبه لهذا إذا يعني أخذت جولة إلى هناك. ذاك هو طريق ضب الذي صعد منه صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. وتحديدا طريق 5 و6، رقم 5 ورقم 6، ذاك طريق المأزمين، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم عودته من عرفات إلى مزدلفة. يعني من أراد أن يتحرى هذا الأمر، وليس طبعا في ذلك يعني ميزة دينية أو زيادة أجر، لكننا نقول يعني من باب التعريف بهذا الأمر. عد إلى مكة وقريبا من الحرم وقريبا من أبي قبيس، وهو أخشب مكة الشرقي، ويقال له الأمين لاستوداع الحجر الأسود فيه. إلى الشمال منه أوله السويداء، أول الخندمة السويداء، شمال شرق مكتبة مكة المكرمة. ثم يكون هناك الخنادم كاملة، ويكون شعب عامر أو شعب بني عامر أو شعب عبد الله بن عامر، كلها تسميات لمكان واحد. وفي هذا شواهد من الشعر، لكن بعضها لا يليق يعني أن يذكره المرء، لأن فيها شيئا من التشبيب الزائد وكذا، فلذلك نضرب عنه صفحا. وفي شعب عامر روي أن تبع اليمن لما جاء نحر وطبخ وأطعم الناس هناك، فسمي المطابخ، سمي هذا المكان المطابخ. يقدر بنا كذلك أن نشير إشارات إلى مناطق قريبة من مكة المكرمة فيها ارتباط بالسيرة النبوية وببعض معارك نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ومنها حنين، إذ أن حنين في ديار هذيل حاليا طبعا، ونحو من نخلة اليمانية والمناطق تلك والصدر وتلك الجبال. وتعلم أن المعركة لا يمكن أن تكون في مكان محصور، هذه معركة وفيها كر وفر، فيها هزيمة وفيها نصر، وكان أول أمر المسلمين الهزيمة ثم كان النصر وثبت الله المسلمين هناك. فإذا قدمت إلى مكة قادما من هناك، فإن المصادر تذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم استمع إليه نفر من الجن هناك، ورجعوا إلى قومهم منذرين، وهذه بيعة أخرى ودعوة أخرى غير دعوة مسجد الجن الذي هو في مكة في داخل الحرم. الشرائع السفلى ثنية خل، ثم تأتي فتدخل مكة من جهة حراء. أيضا قريب من مكة إلى الشمال منها، بعد ما ذكرناه من أمر يوم الرجيع وحادثة الرجيع، يكون قبل عسفان وفي تلك النواحي جبل على يسار المتجه إلى المدينة، طرفه قريب من الطريق، هو كراع الغميم الذي ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغه، فلما رأى الجهد في أمته ورحمة بهم صلى الله عليه وسلم أمر بقدح ماء فرفعوا حتى يراها الناس وشرب صلى الله عليه وسلم، وهو يستطيع أن يتم عليه الصلاة والسلام، لكنه رحمة بمن معه. وبلغه أن قوما لا يزالون على صيامهم، فقال أولئك العصاة. اتجه شمالا قريبا من هذا المكان بعد عسفان وادي قديد، والمثل الشعبي الشهير تعرفونه، لعل هذا الذي قاله لعله جاء من المناطق المتحضرة من الشام أو جاء من تركيا أو كذا وراء هذا، وهذه قرى يعني يقول ما خص من قديد إلا عسفان كما يقولون، لأنه مر على قديد فرآه يعني، ومر على عسفان وجد أسوأ. طبعا الآن مدن، لا الآن عسفان ما شاء الله مدينة أحسن بكثير الآن عسفان، ولعله جاء من مناطق متحضرة فرآه، ولكن الحمد لله الأمور. في ذلك المكان إذا وصلت وأنت متجه إلى المدينة، فكان مركز قديد أمارة قديد على يمينك، ثم يأتيك جسر، إن أردت أن تصعد فتأخذ يساره إلى الغرب، لكن ربما يضيع بك الطريق، تستمر بعده ب2 كيلو تقريبا. يكون طريق المدينة ب4 إلى 5 كيلو، طبعا في خبت يعني طريق ممهد،
وأخذت هذا الطريق ووصلت إلى هناك، فيكون مكان خيمة أم معبد الخزاعية التي مر عليها صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته، فجاءها في أيام قحط وسنين، ووجد في كسر البيت في طرف الخيمة تلك الشاه الحائل، فكان من معجزته صلى الله عليه وسلم أنه استأذن فحلب تلك الشاة الحائل فدرت خيرا كثيرا، شرب هو ومن معه وشربت صاحبة الدار وفاض. فلما جاء زوجها ورأى يعني أمرا متغيرا، قالت: مر بنا رجل مبارك كان من أمره وكان من أمره وكان من أمره، قال: لعله صاحب قريش، صفيه لنا. فوصفته بأبلغ وصف، وهي امرأة أعرابية: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مليح الوجه حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزره صلعة، قسيم وسيم جسيم، في عينيه حور، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي نحره سطع، وفي لحيته كثاثة، إن صمت فعليه الوقار صلى الله عليه وسلم، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، كأن منطقه خرزات يتحدرن، فصل لا نزر ولا هذر، له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا إلى قوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محشود محفود لا عابس ولا مفند. وقيل أنهم يعني سمعوا يؤذن، أردنا أن نستشهد بالشعر ولكن هذا ما يصلح. طيب، نختم بذلك أيها الأحبة، والحقيقة أن يعني الوقت أقصر من أن تذكر المعالم المكية كلها، وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه، على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. يرونك الأخوان. طيب تفضل. نشكر سعادة المحاضر على هذه المحاضرة القيمة، حيث طور بنا في مواضع لها أحداث مهمة للمسلمين جميعا، وفما بالكم بأهل مكة الذين يسيرون على هذه المواضع وهم لا يعلمون عن تاريخها إلى القليل. سعادة المحاضر وفقه الله أضاء لنا لقاءات جلية في هذه المواضع، ذكرنا بأحداثها وأحاديثها ومواقعها، فنقول جزاه الله خير. ولي استفسارات. أول استفسار من خلال محاضرة الشيخ: موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، موضع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نعلم أنه لا يترتب عليه شيء، فلو إن الدولة يعني أدخلته في المسجد أو أدخلته في ذا لقطعت الوسيلة أو التوسل بحيث أن يكون التقرب إليه. ونعلم أن قبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يشير إلى هذا، ولم يرد في نص في التقرب، ولا العقل ولا النص يدل على أن هناك تقرب إليه أو إليه كما نصت على الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم إسماعيل وغيره، فذلك لا صلة له. النقطة الثانية: قبر السيدة خديجة، كأن فضيلة المحاضر شكك في موضعه، وأنا أرى أن المواضع تكون متواترة في أهل مكة، فهو متواتر في المولد كما أشار أنه متواتر عند أهل مكة من جيل لجيل. أيضا قبر أم المؤمنين عائشة خديجة أرى أنه متواتر عند أهل مكة، فيعني الخلاف فيه قليل. النقطة اللي بعدها كنت أتمنى أن توضح لنا في كذا وكذا وكذا، عشان لأنه من أين فتح غزوة فتح مكة، من أين الدخول بالضبط حاليا الآن، من أين الدخول كان الآن على الباب، لأن يقول أفتح وأدخل وأضم وأخرج، فود كان بحب هذا لو وضحتها. أيضا في المسجد أنا شايف إنه كما تفضل المحاضر أن هناك تشابه في الأسماء بين في مكة والمدينة، وأنا أتوقع أن أهل مكة نقلوا هذه الأسماء إلى المدينة، لكن في مسجد الإجابة أنا من جد أنا أتساءل لماذا سمي في مكة مسجد الإجابة؟ هل هناك
سبب أو غير سبب. النقطة الأخيرة جبل عمر، لعلي وقفت على خلاف، لعلي فيها أنا لا أذكر ولا أجزم بما قال، لكني وقفت على خلاف في تسمية جبل عمر. أما حنتم ففعلا كما تفضلت موجود في تاريخ الأزرقي وفي غيره من الكتب، ولكن كجبل عمر هو عمر بن الخطاب، فهناك أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لم أجد هناك في مكة مواضع تسمى بأسمائهم. حتى شعب علي، هل هو علي بن أبي طالب أو غيره؟ فأنا أتوقع أن مواضع مكة أقدم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عشان تسمى بأسمائهم، فهي تحتفظ بأسماء قديمة كما أشار سعادة المحاضرة. وأيضا في ملاحظة أخرى أكتفي لا أطيل، وأسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب. أخوكم ماطر الزهراني، أستاذ جامعة المنطلق. والحمد لله. تعليق الأخ الأستاذ تعليقا يعني مناسبا وفي مكانه. والأمر الذي ذكره يعني من مولد نبينا صلى الله عليه وسلم وتواتر ذلك، ذكر خلاف سواء في كتاب الأزرق الذي ذكره الأستاذ الدكتور، هو من أقدم مصادر التاريخ المكي. التواتر على مكان المولد أمر يكاد يكون قطعي، وإن كان منهم من ذكر عسفان والأبواء وردم بني جمح الذي هو في آخر المدعى، كل هذه ذكرت. أما بالنسبة لتواتره وذكر أخونا الفاضل الكريم إلى قبر أم المؤمنين خديجة، فإن التشكيك مصدره أن الدفن في ذلك الزمان لم يبلغ يعني إلى أقصى المعلاه. الدفن في ذلك الزمان كان، وهذا أمر طبيعي أن يكون يعني الدفن في طرف العمران ثم يستمر ثم يستمر ثم يستمر، فيكون في تاريخ متأخر إلى أقصى المعلى. فهذا أمر فيه تشكيك، وممن شكك فيه صاحب كتاب آثار مكة أو معالم آثار مكة الأستاذ الدكتور ناصر الحارثي، كذلك تكلم عن هذا الأمر. وهذا يعني فيه شيء من الوجاهة، أنه لا يكون أمر لم يقطع به تماما وإن كان تواتروها الناس. التواتر أخي الفاضل والإخوة الذين يستمعون، التواتر لا يكون دائما قطعيا، إذ أنه أحيانا يكون الأمر نقل خطأ فاستمر هذا الخطأ وتواتر. ممن يحدث الخطأ لا يعصم منه أحد، حتى أولئك الذين ينقل عنهم عن الأزرقي والفاكهي ومن جاء الذين هم مصدر التاريخ، حدثت منهم في مراجعهم، ويعني لم يتسع الحديث لذكر بعض الأمثلة، حدثت منهم أخطاء كبيرة جدا وهم المرجع والمؤمل عليه، لأنهم ربما بعضهم وصف وصف عابر، أو ربما سأل فكان يعني السؤال أجابوا عليه أحد ممن يعني لا يعتد بإجابته. فهذا أمر قبر خديجة لا يزال في النفس منه شيء، والحجج التي يعني يدلون بها تجعل الإنسان يتردد ولا يقطع قطعا جازما أنه هو القبر أو أنه لا، يعني المسألة تحتاج إلى. أما جبل عمر، تسمية جبل عمر وتسمية شعب علي، وأن مكة أقدم من ذلك، فهو نعم تسميات متعددة، وتسمية شعب علي تسمية من جملة تسميات شعب أبي طالب أبيه، لأنه دور بني هاشم والرباع التي أقطعهم قصي كانت من وجه الكعبة بابها إلى أول الشعب وهو المكان المكتبة، فهو شعب بني هاشم وهو شعب أبي طالب وهو شعب علي عند يعني عوام الناس الذين أطلقوه، فلا يكون في هذا أمرا يعني بعيدا. أخونا الكريم ذكر يعني ووقف على خلاف جبل عمر. جبل عمر الذي هو المذكور الآن، التحديد بالتحديد نسبة إلى عمر يكون من جنوب الجبل في أقصاه، في جنوبه أقصاه. يعني لعل بعض من يذكر يقول أن عمر غير عمر الخليفة. وأيضا الملاحظة التي ذكرها أخونا أن المولد النبوي ليس فيه طبعا ميزة، وهذا شيء نجمع عليه، أنه عبادة أو شيء أو تقرب إلى الله لا يكون، وكلامه يعني حقيقة أنه لا يكون. لكننا يا إخوة لو أردنا أن نسلك هذا المسلك لأزلنا جبل ثور وغار حراء وكل هذه نسفناها نسفا، إذا خشينا أن إذا لم نجد طريقا إلى محاربة البدعة إلا بإزالة الأثر ما بقي لنا شيء.
ما بقي لنا شيء، ولا نستطيع أن نسلك هذا المسلك، هذا صعب يعني كثير جدا. فلذلك القائمين بالأمر والمعروف لله الحمد يعني يكافحون جهدهم ويعلمون، ولكننا هذا أمر ما نستطيع سده ولا نستطيع هداية كل الناس. وكلام الشيخ كلام جميل، أنه لو وصلت توسعة وأخذت لا بأس، هذا أمر يعني ليس هناك مانعا شرعيا. لكننا حين نأتي إلى الموضع ونتذكر أن في هذا المكان ولد صلى الله عليه وسلم نتذكر شيء من سيرته، لكننا حين نصل إلى جناب التوحيد وإلى الشركيات والبدع فكما قال الأستاذ أنه يعني أمر يجب أن نتوقف فيه، فلا بأس من هذا. مسجد الإجابة سمي بهذا الاسم تبركا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه، ولكنه يعني كلمة إجابة أن الدعاء يجاب فيه هذا يعني كلام عوام ولا يقبل أبدا، والله سبحانه قريب ومطلع ويجيب من يعني دعاه بصدق. لكن الناس يسمونه مسجد الإجابة تبركا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عام الفتح دخل من هناك، كان سأل الأستاذ عن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دخل من هذا المكان من ثنية أذاخر واستمر، فكانت كداء على يمينه واستمر في البطحاء إلى أن يعني كان معسكره في المكان الذي ذكرت لكم المسجد. نسينا شيء؟ تفضل الشيخ.